المصري لكرة القدم مش مكسوفين على نفسكم؟ يعني والله أنا في نُص هدومي منكم والله العظيم، يعني فاهم، حتى باين على وشي. عندنا الاتحاد المصري لكرة اليد عنده كل اثنين وخميس عنده منتخب في الsemi final، سواء رجالة أو ستات، شباب أو ناشئين، كبار أو صغيرين أو whatsoever. أنت كل أربع وخميس أنت يا الأهلي بيهزقكم، يا فرقة تانية بتهزقكم، يا الزمالك بيطبل لكم عشان كيد نسوان. كده لا، يعني كده النسوان ملي دلوقتي، او حركات النسوان بتطلع ملي من رجاله، يعني فاهم. سوري سوري. فوالله مش مكسوفين على نفسكم يا جماعه، يعني انتوا يعني حتى مش عارف اقول ايه، والله العظيم فقدتوني القدره على الكلام. حتى لما انجزنا انجاز في كاس العالم انتوا بس رجعتوا عملتوا قرارين ازبل من بعض، اللي هو عصام عبد الفتاح وشوقي غريب. كرهتونا في الكوره تاني والله، واكتشفنا ان احنا بالصدفه صعدنا عشان لعيبتنا رجاله ومدربنا ذكر، مش اكتر من كده. لكن انتوا ما جيتوش يعني. والكادر الوحيد، يعني الشخص الوحيد اللي دخل اتحاد الكره المصري وكان كادر في اخر 10 سنين هو حسام زناتي. بس كده يا حبيبي، ما استحملش اقعد معاكم 6 شهور لما كان رئيس لجنه المسابقات مكان الحاج عامر حسين، ودلوقتي هو نائب رئيس نادي نورشلاند الدنماركي. لكن اي كادر دلوقتي، انا اسف اي كادر ولا اي شخص شغال في اتحاد الكوره دلوقتي لو طلع من اتحاد الكوره هيروح يفتح محل طيور في اول المريوطيه، ده اخره يعني. فيا جماعه والله بجد حسوا على دمكم والله العظيم يعني. ولا رجاله نافعين، ولا ستات نافعين، ولا قرارات نافعين، ولا كوادر موجودين، ولا اي حاجه والله يعني. الهاند بول بقى انت كل اثنين وخميس عندك منتخب في السيمي فاينل، والمنتخب الاول على طول بيقاب قوسين او ادنى ان هو يخش سيمي فاينل للكبار، وبنخسر خسارات مريره. لكن انتوا بجد صعبين والله، يعني وجودكم في الحياه صعب عامه بشكل عام يعني. يلا سلام عليكم.